السلام عليكم، انا محمد مصطفى مستشار عقاري في دبي. النهارده جايب لك مشروع مميز جدا باقساط شهريه 1% وانترنت مدى الحياه في موقع استراتيجي جدا اللي هو منطقه مجان. كلنا عارفين منطقه مجان واحده من الاعلى طلب دلوقتي، فيها سبلاي قليل جدا جدا. زائد انت عندك المشروع ده مميز على قطعه ارض مميزه اللي هي بتطل مباشره على منطقه البراري اللي هي فيلا الكوميونتي. اقل شقه في البراري بنتكلم في 3 مليون درهم، اقل فيلا جنبيك في البراري بنتكلم في 17 مليون درهم. فاللوكيشن اوريدي ممتاز جدا. الايجارات هناك بنتكلم تقدر تحقق عادي جاري من 8 ل 10% على الايجار العادي، لان اوريدي في بنايات هناك متسلمه بتاجر الاستوديو ما بين 60 و70 الف درهم، والغرفه والصاله ما بين 80 و90 الف درهم، وتوصل كمان ل 100 الف درهم. فده استثمار كويس. اللوكيشن كلنا عارفين منطقه البراري هي على شوارع رئيسيه كلها زي شارع الشيخ محمد بن زايد، وكمان قريب من شارع دبي العين. فانت بتوصل للداون تاون بالظبط في 18 دقيقه. يعني انت مش محتاج اي مطبات، ما عندكش شوارع جانبيه، ما عندكش سواء كتير، لا انت على طول بتوصل للداون تاون. فالمنطقه دي بتخدم على مين؟ المنطقه دي بتخدم على الناس اللي شغاله في الداون تاون والبيزنس باي، شارع الشيخ زايد طبعا، الدي اي اف سي والكلام ده كله. زائد كمان انت عندك اماكن جنبيك هتساعد ان المنطقه دايما تحافظ على النمو باستمرار، زي مثلا منطقه دبي كريك هاربر، زي ما انت عندك مثلا المدينه الاكاديميه جنبيك 3 مولات كبار، دبي اوتلت مول، سيليكون مول، وكمان سيتي لاند مول. منطقه المجان هي قدام القريه العالميه او جنب القريه العالميه مباشره، وقدام عالم المغامرات. فسهل جدا يكون عندك انترتينمنت كمان. فانت عارف ان مناطق زي القريه العالميه، واي حد من الناس اللي بتشوفني دلوقتي جت على دبي هي اكيد زارت القريه العالميه وعارفه قد ايه ان المكان ده استراتيجي جدا وسهل جدا التنقل من خلاله، سواء انت لو عايز تروح على دبي الجنوب، او سواء انك انت عايز تروح على دبي القديمه والداون تاون وحتى المطار القديم اللي هو موجود دلوقتي، مطار دبي الدولي. المشروع زي ما انت شايف كده، هقلب الكاميرا. المشروع اهو بالظبط زي ما احنا شايفين، عباره عن لو رايز بيلدينج، مش بنايه عاليه، بنايه متوسطه الارتفاع، خدمات راقيه جدا جدا زي ما احنا شايفين. بنتكلم ان هنا عندي انفينيتي بول، عندي ملعب بادل او تنس، ده واحد من اكثر الحاجات اللي بتكون مطلوبه. عندي مسابح للكبار والاطفال، مسابح للاطفال. هنا في الطرف ده هتلاقي عندنا زين جاردن. ورا زي ما هنروح ورا دلوقتي هنلاقي عندنا حاجه اسمها كلاب هاوس، ده مكان للتجمع والجلوس. فلو اي حد عنده مثلا تجمع او عنده عيد ميلاد او حفله، وبدل ما يعملها في داخل الشقه، بيقدر ان هو يكون عنده المكان ده يتجمع فيه او يعزم او يعمل العزومه اللي هو عايز يعملها فيه. في وحدات بتيجي مع المسبح زي ما احنا شايفين، وفي وحدات بدون مسبح، وفي وحدات بتيجي مع مسبح. بس انت لو مش عايز المسبح بنقدر ان احنا نشيله من الشقه زي ما انت عايز. هيكون عندك رانين تراك برضو، هيكون عندك سينما، هيكون عندك الباركن الخاص بيك لكل بنايه. الجميل زي ما شايف كده، ده كده الشارع الرئيسي اللي بيفصل ما بينك وما بين البراري مباشره. فانت عندك اطلاله مفتوحه على البراري من الطرف ده، حتى الطرف اللي ورا اللي هو ده بالظبط كده اهو. الجانب ده هيكون برضو يعتبر شبه مفتوح، لان انت عندك من الجانب ده هتقدر انك انت هيكون عندك الشارع الرئيسي اللي قدامك، وعندك من الجانب ده كمان هيكون عندك الشارع الرئيسي. زائد ان انت من هنا اطلاله جزئيه برضو على البراري، فانت عندك اطلاله مفتوحه على البراري وعلى الفيلا الكوميونتي. فالفكره هنا انك انت عندك حتى اسوأ اطلاله جميله. حتى هنا بالظبط في المكان ده برضو هيكون عندك اطلاله على حديقه مركزيه. فمن جميع الاطلالات ممتازه، واسعار بتبدا من 720 الف درهم. والخطه الدفع عفوا الاسعار بتبدا من 720 الف درهم، وخطه الدفع هايله جدا. بتدفع 60% خلال الانشاء، اللي هو بندفع 20% دفعه اولى و30 و40% خلال الانشاء. وعندك عند الاستلام عندك 40% على 40 شهر بعد الاستلام. يعني انت خلي بالك، لو الاستوديو سعره 720 الف درهم او 730 الف درهم، فانت لحد الاستلام هتكون دافع بس 440 450 الف درهم، ودي حاجه ممتازه جدا جدا. بعد الاستلام الاستوديو راح يسدد بالنيابه عن نفسه جزء كبير، لان انت لو انت القسط الشهري بتاعك 7200 او 7500 كاستوديو، فالاستوديو هيدخل لك حوالي 70 الف درهم، فانت تدفع 200 درهم في الشهر. فرقم بسيط جدا جدا. فالاستوديو حرفيا او الغرفه وصاله حتى لو هي سعرها مليون و200، فهي تدخل لك 90 الف درهم في الشهر. فانت هتبقى بتدفع كلام بسيط جدا، هو 2000 او 3000 درهم بعد الاستلام. فانت يعني هتيجي عند الاستلام هترتاح، ما عندكش اي حاجه تعملها. ودي فرصه كويسه، المنطقه بتنمو بطريقه جميله جدا. يعني انت عندك المجان من الاماكن الاستراتيجيه اللي فيها كل الخدمات اللي انت عايزها، مسابق، مناطق العاب الاطفال، حدائق عامه، مطاعم، كافيهات، ريتيلز شوب، محلات تجاريه، كل اللي انت عايزه موجود في مجان. و40% من مجان لوحديها هتكون عباره عن مساحات خضراء. واللوكيشن جميل. يعني انت خلي بالك انت برضه هتتاثر، هتكون قريب من الداون تاون القديمه والداون تاون الجديده اللي هي دبي كريك هاربر. بدبي كريك تاور لما يطلع هيتاثر عليك بالطريقه الايجابيه، انك انت برضه هيكون عندك حته دبي سكوير مول لما يطلع برضه تتاثر بيه. خطوط المترو الجديده لما تطلع في المنطقه، طبعا دي مش متحدده امتى بس هتكون ضمن البلان.
انك انت برضو تكون قريب من الداون تاون وتكون قريب من الاماكن الحيويه دي كلها، فانت بتخدم شريحه كبيره جدا جدا من الناس اللي شغالين هناك، البروفيشنال اللي شغالين والعائلات اللي موجوده هناك. بالذات ان المنطقه زي ما قلت لك فيها مدارس وفيها اكاديميه، يعني مدينه اكاديميه فيها الجامعات والكليات، من ده جامعه زايد طبعا، وكليات الحاسبات والمعلومات اللي موجوده هناك والجامعات اللي موجوده. فانت بتضمن انك انت اي اسره عندها ناس في الجامعه او الناس عندها في المدرسه سهل يحبوا منطقه زي دي، لان هي منطقه عائليه مخدمه بكل الخدمات اللي تحتاجها اي عائله. المشروع بالخدمات اللي موجوده فيه دلوقتي زي ما احنا شايفين، الباركينج، الخدمات، التشطيبات الداخليه، المساحات الكبيره، بنتكلم فوق ال 700 قدم الغرفه وصاله، الاستوديو فوق ال 400 قدم، فدي عائليه من رقم واحد. والمساحات دي بتبقى عليها طلب كبير جدا برضو. والشقه فيك انك انت تعملها مفروشه بالكامل، بس بندفع تكلفه اعلى شويه اذا حبيت تعمل كده. اذا ما حبيتش فانت بتاخدها سيمي فرنجد، الاجهزه الكهربائيه، المطبخ بتشطب بالكامل بالاجهزه الكهربائيه تبعه، الغساله، الثلاجه، البوتاجاز، كل ده بيبقى موجود، فينش عالي جدا. ولما بتيجي ان شاء الله وتزورنا هنا بنقدر احنا نشوف الشقه مع نفسنا، وبنقدر نشوف الشقه ونزور ارض المشروع. والمطور مطور معروف، يعني مسلمين مشاريع، هو شراكه ما بين مطورين، اثنين مطورين عندهم بيزنس مختلف جدا، من الديفلوبمنت، من التي في تشانلز، من الملاعب، من الجولد، استمرار في الذهب وانديه الكريكت. يعني هو الميكس ما بين مطور اماراتي وبارتنر هندي، ليه فروع، ليه استثمارات كبيره جدا جدا. فانت بتستغل ان اقل سعر جنبيك في المنطقه غالي. يعني احنا بنتكلم اقل سعر عشان تاخده دلوقتي في المنطقه في نفس قطعه الارض دي اللي جنبيك بيبيع ب 800,000، فانت هتقدر انك انت تشتري ارخص من سعر المنطقه، والغرفه الصاله باقل حاجه مليون و200، مليون 250، فانت تاخدها مليون و100 بدايه الاسعار. فبرضه تقدر انك انت هتستفاد من حته ان السعر اقل، فانت بتستثمر مع مطور بيديك سعر ارخص سعر او افضل سعر في المنطقه. دي كانت نبذه عن المشروع. تقدر تتواصل معنا على الارقام تظهر عندك على الشاشه. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. شكرا، السلام عليكم.